السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. هيا على الصلاة، هيا على الفلاح. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. هيا على الصلاة، هيا على الصلاة، هيا على الفلاح، هيا على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، اتقوا الله تعالى، فإن من اتقى الله وقاه وأرشده إلى خير أمور دينه ودنياه. وتقوى الله جل وعلا أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. عباد الله، إننا نعيش هذا الوقت أياما كريمة فاضلة وموسما عظيما شريفا مليء بالخيرات متعددة فيه العطايا والهبات. موسم ميزه الله تبارك وتعالى على بقية الأيام والشهور، وفضله بفضائل عديدة وخصائص متنوعة. في هذا الموسم المبارك شهر رمضان تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النيران. في هذا الموسم الكريم المبارك لله تبارك وتعالى عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة من ليالي هذا الشهر. في هذه الموسم الكريم المبارك تسفد الشياطين ومرضة الجن، فلا يستطيعون أن تخلصوا إلى من كانوا يخلصون إليه قبل رمضان وبعده. وفي هذه الموسم الكريم المبارك ينادي مناد كل ليلة: يا باقي الخير أقبل ويا باقي الشر أقصر. وهذا عباد الله فيه دلالة على كثير الخير في هذا الشهر وعظم إقبال الناس وتأكد انصراف كل مسلم عن الشر وأسبابه وموجباته. وإن كان هذا الأمر متأكدا في كل وقت وحين، إلا أنه في شهر رمضان أشد تأكيدا وأعظم لزوما. عباد الله، إن الواجب على من أكرمه الله عز وجل بإدراك هذا الشهر وبلوغه أن يغتنم خيراته، وأن يظفر ببركته، وأن يجاهد نفسه مجاهدة تامة على أن ينال فيه الصفح والغفران والعتق من النيران، وأن يكون من عباد الله المتقين الذين تعتق رقابهم من النار في هذا الشهر الكريم المبارك. عباد الله، إن هذا الشهر شهر مغفرة الذنوب. يقول رسولنا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام:
من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فما أعظمها من مكرمة وما أجلها من عطية. صيام رمضان يغفر به ما تقدم من الذنوب والخطايا. وتأمل عباد الله هذه الفضيلة العظيمة لا تنال إلا بالشرطين بينهما عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث العظيم. الشرط الأول أن يكون صيامك لرمضان إيمانا بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وتصديقا بفرضية الصيام كما عده تبارك وتعالى لأهل الصيام من الأجور العظيمة وعطايا كريمة وثواب جزيل في الدنيا والآخرة. الشرط الثاني عباد الله أن يكون صيامك لرمضان احتسابا لما عند الله تبارك وتعالى من أجر وثواب تصومه محتسبا به ثواب الله، ترتقي به وجه الله وتطمع بأداء ثواب الله وتريد بقيامك به تحصيل ثواب الله الذي أعد الله تبارك وتعالى للصائمين. والله جل وعلا قد أعد للصائمين من الأجور العظيمة والعطايا جسيلة ما لا يخطر ببال. وإلى هذه الإشارة في قول ربنا تبارك وتعالى في حديث القدسي: الصيام لي وأنا أجزي به. ادخرت تبارك وتعالى للصائم ثوابا جسيلا وعطايا عظيمة بغير عد ولا حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. عباد الله، وينبغي على الصائم أن يتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة والرمضان إلى الرمضان مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فعليه أن يتقي الله جل وعلا وأن يجانب الكبائر وعظام الذنوب ويتوب من الذنوب كلها صغيرها وكبيرها. ولتعلم أخي المسلم أن تكفير رمضان للذنوب وهذا الصلوات الخمس والجمعة ونحو ذلك مما ورد في الأحاديث إنما هو خاص بالصغار. أما الكبار فإنه لا بد فيها من توبة صادقة وتوبة نصوحة من الذنوب التي اقترفت والخطيئات التي اجترحت. عباد الله، لقد وصف رسولنا صلى الله عليه وسلم شهر رمضان بأنه شهر مبارك، فهو شهر مبارك حقا. كل لحظة من اللحظات هذا الشهر تتصف بالبركة، بركة في الوقت وبركة في العمل وبركة في الجزاء والثواب. وفيه ليلة القدر المبارك التي هي خير من 1000 شهر. وإن من بركة هذا الشهر أن الحسنات فيه تضاعف وأبواب الجنان فيه تفتح وأبواب النيران تغلق والشياطين ومرضة الجن تسفد ويكسر فيه عتقاء الله من النار. عباد الله، إن من أعلم الخسران وأكبر الحرمان أن يترك المرء هذا الشهر الكريم المبارك فلا تغفر له فيه ذنوبه ولا تحط فيه خطاياه لكثرة إسرافه وعدم توبته وترك الإقبال على الله جل وعلا في هذا الشهر الكريم المبارك بالإنابة والرجوع والتضرع والخشوع والتوبة والاستغفار، فيدخل عليه هذا الشهر الكريم ويخرج وهو صابر في غي ممتد في تغسيره غير مقبل على ربه عز وجل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آتاني جبريل عليه السلام فقال: يا محمد، من أدرك أحد والديه فمات فدخل النار فأبعده الله، قل آمين، فقلت آمين. قال: يا محمد، من أدرك هذا الشهر رمضان فمات فلم يغفر فأدخل النار فأبعده الله، قل آمين، فقلت آمين. قال: ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليه فمات فدخل النار فأبعده الله، فقلت آمين. رواه الطبراني في معجمه بإسناد صحيح، وروى الترمذي والحاكم.
وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه، ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له، ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة. عباد الله، لقد وصف رسولنا صلى الله عليه وسلم هذا الشهر الكريم المبارك بأنه شهر الصبر، ففي المسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: صوم شهر الصبر وصوم 3 أيام من كل شهر صوم الدهر. صوم شهر الصبر و3 أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر. فهذان الحديثان وكلاهما صحيح، وصف فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان بأنه شهر الصبر. والصبر عباد الله 3 أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن محارم الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. وتجتمع 3 في الصيام، فإن فيه صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله تبارك وتعالى، وصبر على أقدار الله المؤلمة بالصبر على الجوع والعطش والشدة ونحو ذلك مما يلقاه الصائم هذا الشهر الذي يقع من الصائم. عباد الله، يصاب عليه أعظم الصواب ويعطى أجره عليه بغير حساب. قال الله تبارك وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلوات الله ربه والسلام عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المؤمنين، اتقوا الله تعالى. ولا يأخذت أنه روح قصاد سنة اللغة العربية أنتنا وحندول استعينا إن شاء الله اللغة الصومالية. وحين نكسونا إن كنتنا طبعا كودن بيبيش بركة سنة رمضان tobankaas oo ilaahay subxaanahu wa tacaala khasaa'iskoonii u yeelay nabiguna sala allahu calayhi wasalam inoo shareeceeyey oo inoo jideeyey. bisha ramadaan guud ahaanteeda fadaa'il badan baa ku jirta oo bil fadli badan. tobankeeda hore raxmo, tobankeeda damba maaragtay naxariis, tobankeeda dambana dambi dhaaf weeyaan, oo bil barakaysanna. ilaahayna subxaanahu wa tacaala walaa kutiba calaykum asiyaamu kamaa kutiba cala aladiina min qablikum lacallakum tattaquun. waxaa laynagu waajibay, laynagu farad yeelay soonka bisha ramadaan. ilaahay bisha qur-aanka soo dejiyey, ilaahay subxaana wa tacaala bisha soonkeeda nagu waajibiyey weeyaan walaalayaal. tobanka ugu dambeeya bisha ramadaan, nabigu sala allahu calayhi wasalam wuxuu inoo sheegay inaynu ka raadino laylat lqadri. nabigu sala allahu calayhi wasalam 3 arrimood buu samayn jiray tobanka dambe marka la gaaro. kaana shadda mi'sarahu, hoosguntigiisu adkaysan jiray. وأحيا ليلة وهبeenkiisana waa nooleyn jiray. وأيقظ أهله, ehelkiisana wuu kicin jiray. النبي صلى الله عليه وسلم wuxuu yidhi: التمسوها ب10 الأواخر. tobanka ugu dambeeya ka raadiya habeenka laylatu qadriga. habeenkaas waa habeen noocaya. habeenkaas waxa weeyaan waa habeen ilaahi subxaana wa tacaala uu yidhi: إنا أنزلناه في ليلة القدر. qur-aanka waxaa soo dejinay ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. وهبين كخير بدن كن بلود. كن كبلود أو دقمة 8 سنة أو دقمة يدور بلود. قفك إلهي سبحانه وتعالى هبين كوافجيه وقفت به سبقافيه
qofkii habeenkaas istaagana waa qof la xirmaaniyey oo la qadiyey. ilaahi subxaana wa tacaala inaa anzalnaahu fii laylatin mubaaraka, qur-aanka ilaahi aayad kale wuxuu ku leeyahay waxaan soo dejinay laylatun mubaaraka, habeen barakaysan baan soo dejinay. ilaahi subxaana wa tacaala uu leeyahay qur-aanka habeen barakaysan baan soo dejinay. marka walaalayaal tobanka u dambeeya inaynu ka dadaalo ayaa loo baahay oo ku dadaalo fadaa'il iyo khasaa'is baa kusoo aroortay. shantii u dambeysay hadda inoo hadhay, khaasatan habeenada oo maaragtay tirada isdaadheer in lagu dadaalo loo baahan yahay. habeenka 21aadka, 23aadka, 25aadka oo xalay ahaa, 26 xalay ahaa, habeen hore ahaa. habeenka labada habeen in lagu soo socdo 27ka iyo 29ka, caawa 27 iyo 29 in lagu dadaalo ilaa bishinta ka dhamaanaysana lasii dadaala loo baahan yahay. nabigu sala allahu alayhi wasalam man saama ramadaana iimaana waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min dembi, qofkii bisha ramadaan sooma isagoo iimaansan rumaysan ilaahayna ajar ka dalbaya, ilaahay dembigiisa ayuu dhaafayaa. nabigu xadiis kale wuxuu ku leeyahay man qaama ramadaana iimaana waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min dembi, qofkii bisha ramadaan istaaga oo salaatu leyl iyo salaatu tahajud u istaaga, dembigiisa hore iyo dembigiisa taba waa la dhaafayaa. nabigu sala allahu alayhi wasalam uu leeyahay. walaalayaal soonka waan garan karnaa khasaa'istiisa. ilaahi subxaana wa tacaala xadiisul qudsi wuxuu ku leeyahay asiyaamu lii wa ana ajzi bih, soonka anaa iskale, qofkan anaa ka abaalmarinaya. yadacu dacaamahu wa shahwatahu min ajli, raashinkiisii iyo shahwadiisii aniga dartayba uga tegay ilaahi subxana wa tacala leeyahay. ilaahay aayad kale wuxuu ku leeyahay inamaa yuwaffa saabiruuna ajrahum bigayri xisaab, dadka saabiriinta, halkan aayadda waxaa loola jeedaa saa'imiinta. culamada qaar baa ku fasiray, culamada qaarna ay ku fasireen dadka sabra. kale waa sabre iyo maaragtay bisha ramadaan lafteeda sabr u baahan tahay, ilaahay baan ajarkooda soo koobi karay, ilahay baan ajarkooda garan karay. nabigu sala allahu alayh wasalam xadiis wuxuu ku leeyahay alsalawaatu alkhams, salaadaha shanta ah, waljumcatu ila aljumca, salaadaha shanta ah, salaad walba salaada kale inta laga gaadhayo, duhur tu casar, casar tu maqrib, maqrib tu cishaa, cishaa tu fajr inta laga gaadhayo, waljumcatu ila aljumca, jumco inta jumcada kale laga gaadhayo, warabadaanu ila rabadaan, rabadaan soo gashay rabadaanteeda kale inta laga gaadhayo, mukafiraatun maa baynahunna, waa laysku dambi dhaafaa inta udhaxaysa. bisha rabadaan aad hadda soontay ilaa inta kale laga gaadhay ta kale, dembigaaga waa la dhaafaya haddaad soonto. majtunibat ilkabaa'ir, dembiyo waaweyn qofka hadduusan la imaan, dembiyada yaroo dhan waa lagu dhaafi. marka xadiiskaasina saas kusoo arooray. ilaahi subxaana wa tacaala habeen buu leeyahay, ilaahina subxaana wa tacala maalmihiisa iyo habeenna isagaa doortaa. lilahi fii laylati lqadri khayru min alfi shahrin, kun bilood ayay ka khayr badan tahay. man xurima khayruhaa faqad xurim, qofkii la xirmaaniyo oo habeenka laga xirmaaniyo waa qof la qadiyo weyaan walaalayaal. marka waxaa loo baahay habeenka inaynu ka faa'iidaysano khasaa'istaas leh, inta inooga hadhay bishana aynu ka faa'iidaysano, inaynu toobad la nimaadno, inaynu duca la nimaadno ayaa loo baahaya. bisha inta ka hadhay markay bishu dhammaato waxaa soo gelaysa ciiddii ayaa soo gelaysa. ciiddu intaysa soo gelin waxaa ka horeysa marka bishu gabagaba tahay in sakaatulfidriga la bixiyo. sakaatulfidriga nabigu sala allahu alayh wasalam qof kasta ayuu ku waajibiyey, yar iyo weynba, suus raashina ama saac 2 kiilo iyo bar, culamada qaar baaray, qaarna 3 kiilo gaarsiinaya, cuseymin iyo ibnu baas iyo culamada xaram, oo maaragtay qamadi ah ama bur ah ama maaragtay abid ah, raashinkaas la quudan karo. culamada qaar waxay yidhahdaan quutu qaalib ilbeled, beledka waxa ugu badan ee laga quuto ee laga cuno ayaa loo baahaya. haddii beledka aad joogto iyo magaalada aad joogto baastada u badan tahay ama bariisku u badan yahay, marba wixii ugu badan ee laga cuno ayaa loo baahan yahay in maaragtay dadka la siiyo. muxuu nabigu sala allahu alayh wasalam sakaatulfidriga ku cileeyay waxaa weeye duhratan lisaa'im, qofka sooman way daahirinaysaa, wa ducmatan lilmasaakiin, dadka masaakiintana way maaragtay quud bay u tahay oo maalintaa waa la simaya, qof walba waxuu cuna haystaa. waxay ku waajibaysaa sakaatulfidrigu qof kastoo haysta maaragtay nolol maalmeedka maalintaas, wax ka dheeri ah qofkii haysta ayay ku waajibaysaa. haddaysan xitaa gaadhin waxa ka dheeriga ah intii ay ku gudaysay waxa uu hayo ayuu bixinaya. sakaatulfidriga marka la bixiyo raashin bay ku baxaysaa, lacag kuma baxayso walaalayaal. dadka ugu baahana in la gaadhsiiya loo baahay. masaajida kuma baxda, waxay ku baxdaa dad masaakiin ah, faqiiriin iyo masaakiin ayay ku baxdaa. ciiddii baa soo gelaysa, ciiddii in dadku ay soo nadiifiyaan oo dhar fiifiican soo xidhaan. nabigu sala allahu alayh wasalam dharka cadcad buu u jeclaa, uu ku labisan jiray.
khamiis cad qofkii heli kara inuu soo xidho, soo udgoonayo, meel bannaan lagu soo tukado aan dannayn oo masaajida ka baxsan ayaa sunnah. Nebigu sala allahu alayhi wasalam markuu Madiino joogo meel bannaan ku tukan jiray. Dumarka iyo carruurta in lasoo kaxeeyo, dumarka maaragtay caadada qaba xitaa in bannaanka loo soo saaro. xadiiska Mucadiya waxay leedahay Nebigu sala allahu alayhi wasalam wuxuuna amray inaan soo saarno dumarka oo dhan, xitaa gabdhaha guryaha ku xidhan oo carabtu waxay lahayd gabdhahan guryaha ka soo bixin oo maaragtay guryaha jooga in dhammaantood lasoo wada saaro ayaa loo baahan yahay. maalintaan faraxaas la wada qaato, faamilka iyo reeraha lala qaato ayaa loo baahan yahay. ilaahi subxaana wa tacaala inta bisha laga hadhayna maaragtay inaynu ku dadaalaa loo baahan yahay. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد. ورضى الله عن خلفاء الراشدين المهديين ابو بكر الصديق وعثمان وعلي وعن التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين يا رب العالمين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا. اللهم اصلح لنا شاننا كله. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولسائر المسلمين كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وأقم الصلاة إن الصلاة كانت تنهى عن الفحشاء.